إلى الرهاب، ويتجاوز مراحل أكثر من الألم الحقيقي للعلاج الفعلي، وتشكل إبرة التخدير الهاجس الأكبر لدى المريض الذي يدفعه في النهاية إلى تجنب زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، أو حتى تجاهل الألم الناتج عن التسوس والالتهابات الذي قد يزيد من سوء الحالة. فما هي أحدث التقنيات الطبية لتخفيف الآلام؟ يطلعنا عليها دكتور خالد حنونة، اختصاصي طب وجراحة الأسنان. دكتور خالد صبحك الله بالخير. صباح الخير دكتور خالد. يعني فعلا يعني مسألة أنه والله زيارة طبيب الأسنان ولا تحس بالخوف، وخصوصا صوت الأجهزة والحفر، هذه يعني هذه تسبب لنا ربكة. ناهيك على الآلام اللي ممكن يعاني منها، هي شغلة كثير خايفة منها. لا اللي يعاني منها المريض. ايش استحدث عالم الطب في مسألة تخفيف الألم؟ أول شيء صباح الخير. صباح النور. هلا كطبيب أسنان بعرف إن معظم الناس بالكوميونتي بيتجنبوني، بخافوا من كاركتر طبيب الأسنان ارتبط بالألم، ارتبط بالإبرة. في كتير ناس عندها خوف من موضوع علاج الأسنان، وبعضهم بيوصل للرهاب. تخيل إنه في دراسة بتقول إنه أكثر من 75% من الشعب الأمريكي عنده خوف من طبيب الأسنان، زيارة طبيب الأسنان بدرجات متفاوتة. بعضها قد يصل إلى رهاب الأسنان. رهاب يعني المريض مش حيقدر يسيطر على خوفه، ممكن ما يروح على طبيب الأسنان بالمرة ويسبب لمشاكل أخرى. هلا في شيء كثير ناس بتعرفه، طب الأسنان تطور مثل كل شيء تطور ثاني. الأجهزة، عمليات الحفر، المواد، كله تطور. مثلا أحد التقنيات استعمال الليزر بحفر الأسنان، اللي هو أحد التقنيات حاليا اللي بتوفر علاج الأسنان بدون ألم. ولكن في شيء واحد ما تطور على مدى 160 سنة، اللي هو إبرة الأسنان. هي نفسها إبرة التخدير. 160 سنة؟ 160 سنة. واو. هي نفسها ما تطورت ولا تعدل عليها، ما صار في عليها أي تعديل. من 160 لما كان الحلاق هو نفسه تماما، لما كان هو نفسه زرادية يشيل الضرس. تماما. طيب حضرتك جايب معك جهاز عشان تشرح علينا أو تشرح للمشاهدين أكثر هذه التقنية اللي أتمنى تكون موجودة في الدول العربية. موجودة في الدول العربية، مش كتير موجودة، ولكن في الإمارات منتشرة بشكل كبير. يا ريت تشرح لنا هي البديل لإبرة التخدير اللي هي المتعودين عليها، اللي تكون طويلة طيب بس لنشرح فكرة معينة شو سبب الألم من إبرة التخدير. أيوة. الألم هو أول مرحلة منه هو اختراق الإبرة للأنسجة، ممكن تسوي الألم اللي حليناها بوضع جل، تخدير موضعي. الألم الثاني هو الضغط وقت نحقن المحلول داخل النسيج بسبب بريشر، بسبب ضغط معين، وممكن يؤدي للألم. حركة الإبرة داخل اللثة كأنه يخيل. هلا المفروض إنه ما كامل يمشي عليه كده. المفروض الحركة، هذا التكنيك يختلف من طبيب لطبيب. في طبيب يدخل ويوقف، في طبيب يتحرك، التكنيك يختلف. هي المشكلة دائما هي أول إبرة فقط، لأنه هي اللي بتخدر، وبعدين الإبرة ما بيقعد يحس فيها. هلا احنا مشكلتنا بالإبرة الأولى. بالإبرة الأولى صرنا نحن الألم كان سببه عدم التحكم بالضغط، وقت نحقن في بريشر معين بيطبق بسبب ألم. فنحن بالولايات المتحدة الأمريكية في جمعية دراسات لطب الأسنان للألم، اكتشفوا إن احنا إذا نتحكم بالفلوريت أو بمعدل الحقن للمحلول داخل الأنسجة ممكن نتحكم بالألم. فأنتجوا جهاز هو كمبيوتر، صار اسمه كمبيوتر كنترول دوكر انستيد ديليفري سيستم، هو هذا يتحكم بضغط المحلول المخدر داخل كيف يعمل سريعا دكتور؟ هذا عبارة عن طبعا الميدة المعدنية الكبيرة انتهت، صارت إبرة أصغر. عبارة عن مبينة على فكرة، مش مبينة. هلا هي الإبرة في كذا تكنيك منها. أحد التكنيكس إنه إحنا ما بنخترق الأنسجة حتى، بس بنحطه داخل السلكس اللي هو الأنسجة الداعمة للسن بدون ما نحقن. والجهاز يتحكم بالضغط. الجهاز طبعا لأنه هذا بيوصل المادة المخدرة، بينوصل المادة المخدرة هون هنا يعني تنوصل داخل الجهاز، وبصير في مثل بلنجر، في مثل أسطوانة بتضغط داخل المحلول، فبتعطي الفلوريد. هلا بتعطي نقطة كل ثانيتين، وبالتالي بتضل تحت عتبة الألم. حلو. فنحن صار فينا نوصل المحلول من غير كم المدة؟ هو عادة مثلا الإبرة التقليدية إبرة واحدة لمدة كم ثانية وخلاص. هاي بما أنه في نوعا ما من التحكم في دخول المحلول. تمام. كم المدة لحد ما يتم التخدير بهذه الإبرة؟ هلا عادة هي بياخذ تقريبا بين دقيقة ودقيقتين. الطبيب بيكون مثبت النيدل بمكانه، ولكن نحن عادة بس الدكتور يعطي المخدر بالإبرة العادية لازم ينتظر دقيقتين أو أحيانا 5 دقائق
دقائق لحتى يحس بالمريض بالتخدير. فعليا نحن هون اختصرنا له دقيقتين، ولكن الطبيب لازم يكون متحكم طيب فيه. ما طبعا بعد الخروج من العياده، لانه تعرف تقعد ساعتين وجهك مخدر كله، لا غير تشرب فيه. مي بالضبط. هذا الشيء كثير طربش مهم. الوضع. تماما بصير عم يشرشر المريض. هلا هذا كثير مهم بهذا الجهاز. نحن ما عاد في داعي نعطي بنسميها تخدير العصب، التخدير الناحي او تخدير عصب كامل. صار فينا نخدر سن واحد بطرف واحد، لانه نحن عم نخدر دايركتلي بقلب العظم، وبالتالي حتى مرحله ما بعد الالم اللي هو نحكي عن نص ساعه ل 45 دقيقه. سؤال جدا سريع، بما انه هو تخدير، انت تتكلم تخدير سن واحد، يعني لازم يحرك الابره لكل سن ولا في تكنيك معين؟ طبعا اذا نحن عندنا سن واحد نشتغل فيه ما في داعي نعطي ابره ونخدر كل الطرف. حلو. لانه بتعرفي انت قبل هالمره شغله بالاسنان اللي تحت بيعطوا ابره فبتخدر هذا وبيضل شي ساعه بعد. اذا على الكل يعني خاصه اذا على الكل فينا نعمل التكنيك العادي والطبيب، فينا نستعمل التكنيك العاديه ببريشر قليل. دكتور اخذ وقت مننا كثير الابره، في تقنيات جديده كمان، في تقنيه. نحن حكينا على الالم العضوي، في الالم النفسي سريعا اللي هو الفوبيا. هذا متحكم فيه عن طريق شيء اسمه سيديشن او التركين، غاز الضحك. بنستعمله مع المريض، فالمريض بصير مبسوط، بيضل مش يهلوز، لا بيضل يصحي، بس يحبني المريض. الاطفال ما بيعود يعارك ويخانق، فبتسهل لك من اسمك نصيب خالد حنون، وانت فعلا حنين على كل مرضاك. شكرا جزيلا شكرا دكتور خالد، اختصاصي طب وجراحه الاسنان.